وعدّى عيد الأب من غير ما حد يحس بيه، ما هو الأب برضه بيعيش في الدنيا ديّة ما بنحسش بيه ولا بنحس باللي هو بيعمله غير بعد ما يعدّي السنين، الأب كُلّه حنيّة بس هي مشكلته إنه ما بيعرفش يعبّر ولا يقول كلام جميل، إن الأب يعرف يعمل الأفعال، يعيش في الدنيا زي القطر عمره وقف في محطة ولا اتأخّر عن ميعاده، ولا عمره كَل وقال أنا مش هاكمّل المشوار، كام واحد زي حالاتي عاند مع أبوه وهو صغير وما فهمش معاني الكلام، وكان يقول له عمرك ما هتحس قد إيه أنا باحبك وعايز لك الخير غير لمّا تخلِّف أنت كمان، تصدّق كلام أبوك كان صح، كلام أبوك كان هو التمام، بس مع مرور السنين عرفت إن هي دي الحنيّة، حنيّة الأب مختلفة عن حنيّة الأم، أبوك أفعاله هي الحنيّة، لمّا يشيلك على كتفه وأنت صغير وعمرك ما هتفتكرها كان بيمشي وبيشقى عشان أنت لسه صغير، ولمّا تكبر يبتدي ينزّلك وياخدك في إيده ويمشي بيك في الطريق، تتكعبل تقوم تلاقيه بيسندك. والله العظيم إن والدي الله يرحمه كان في عز عياه وأنا راجل كبير ومدير عام، ولمّا تُقف معايا مشكلة يا دوبك مكالمة معاه، والحكمة تطلع من عند أبويا في منتهى الإخلاص، وآخد منه المشورة وأعملها وأقول هو ده فعلًا كانت تايهة عني فين. كام مرة واحد فينا افتكر إن أبوه ما بيحبهوش، كام واحد مرة فينا قعد يقول إيه ده هو أنا أبويا ليه عليّا عنيف؟ الأب كل ما في الموضوع عايزك تطلع فعلًا بني آدم يُعتمد عليه، ولو أبوك لسه عايش بوس إيدك وش وضهر واوعى تزعّله، غيرك يتمنى وجوده في الحياة لو لمدة ساعة واحدة، يوم ما أبوك يموت ضهرك هينحني مش هيعرف يقيم، فعلًا الأب أحسن سند، ألف شكر لكل أب تعب نفسه عشان يقف ولاده على رجليهم في الحياة، ألف شكر لكل أب شقي وتعب عشان يربي ولاده بالحلال، ما تخلوش الأب منسي لا في دنيا ولا في آخرة، لو هو عايش نبوس إيديه ورجليه ونقول له كتر الله خيرك ويبارك في عمرك لينا، ولو هو توفى زي أبويا ندعي له في كل ركعة اللهم ارحم أبي واغفر له كما رباني صغير، وكل سنة وكل أب بخير، وخليكم دايما فاكرين قسوة الأب حنية بس احنا اللي ليها مش فاهمين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.